اخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في خبرين كده النهاردة ان شاء الله. بكرة في وفد جاي من مصر، رجالة جاية للشغل يعني. خلصوا كل حاجة وميعاد الطيارة بتاعتهم الساعة 7 الصبح ان شاء الله، 7:30. واحنا ان شاء الله في انتظارهم من الساعة 6 صباحا قدام المطار بعربية الشغل، وهنجيبهم وننقلهم على السكن. وان شاء الله ياخدوا راحتهم وياكلوا تمام ويباتوا الصبح تاني يوم. ناخدهم نسلمهم العمل، وكله بالصوت والصورة. فتابعونا بقى بكرة ان شاء الله في فيديو ان شاء الله، وبعده في فيديو. الجماعة اللي جايين كل واحد هيستلم مهنته وباسمه وكل حاجة. السي في بتاعه معمول، المشروع اهو باين على جهاز الكمبيوتر. يا رب يكون واضح ليكم الجهاز اهو، المشروع والسي في بتاعهم. السي في بتاعهم اهو، اساميهم ورقم الطيارة وكل البيانات عنهم ومهنتهم ومنين وكل حاجة، كل بياناتهم في السي في. كل واحد معمول له سي في لوحده. وبالتوفيق ان شاء الله للجميع. وانتظرونا بكرة ان شاء الله الساعة 7:30 صباحا هم هيوصلوا، وهسجل معاهم حديث بأمر الله، كل واحد باسمه ومهنته. وهجيبهم على السكن، اسلم كل واحد غرفته اللي هينام فيها. وان شاء الله بعد بكرة هنصور هناك وبكلم بقى متابعيني ان الايميل بتاعي ده كان اتسرق امبارح وحصل مشكله، والحمد لله عدت على خير يعني، ورجعنا الايميل تاني. فالناس اللي كان اتعمل لها الحظر، المتابعين بتوعي كلهم اتعمل لهم حظر، والدنيا خربت امبارح. والحمد لله الاداره هنا ظبطت لي الدنيا. راجل مصري صديق لي يعني، اعرفه من هنا مش من مصر يعني والله، اللي هو عامل لي الاعلانات مجانا ده. جزاه الله كل خير الاستاذ ابراهيم صديق، الله يبارك له. عمل لي الايميل، تابعني امبارح لغايه ما عمل لي، قال لي امسح كله واعمل ايميل جديد. وعملنا بلاغ في العمل ومباحث الانترنت شغاله دلوقتي عليه يعني. هم بعتوا لي رساله ان هم اهتموا بموضوعي، وانا بشكرهم من الفيديو ده. وهم اتبعوا هيعملوا له تتبع على الموبايل، وان شاء الله هيتاخدوا معاه الاجراءات اللازمه. دول بقى اعداء النجاح اللي احنا كنا بنتكلم عليهم، ربنا يكفينا شرهم. وبطمنكم اخواتي اللي جايين كلهم اخواتي يعني. ان شاء الله يجوا بكره، وهسلمهم السكن الساعه 7:30 ان شاء الله، اسلمهم المطار. وتاني يوم ان شاء الله اسلمهم العمل بتاعهم، كل واحد في مجاله. واحلى مسا عليكم اخواتي. وما حدش يزعل مني، انا ماليش ذنب في اللي حصل والله. ذنب اللي حصل ده بتاع الحظر ده ماليش ذنب فيه خالص والله. فاعذروني يعني. فانا طالع بالفيديو ده عشان اطمنكم، وعشان اعتذر لكم بالنيابه عن مش عايز اغلط بقى، ما ينفعش اقدم محتوى فيه الفاظ يعني في الفيديو. واحلى مسا عليكم يا اخواتي.